اللي بالطريق الفيول الجزائري بعدنا عم نحكي نحن وياهم بالنسبه للكميات وبالنسبه للنوعيه، لانه الفيول اللي بينتج بالجزائر لا يصلح لاستعماله بالمكانات عندنا بالمعامل، خاصه الاربعه المهمين اللي عندنا نعم. اياهم. فبالتالي اذا بده يكون فيول مختلف عن المواصفات اللي احنا بدنا اياها بده يخضع للمبادله مثل ما بنعمل الفيول العراقي. فهلا عم نحدد يعني الفيول الجزائري رح يأخر الأزمة أو لا حول ولا قوه الا بالله. هذا اعتراف يعني كيقولوا بفمهم باش ما نقولوش شي كلام اللي ماشي واقع. بغاو يطيحوهم في مشاكل، بغاو يطيحوهم في فخ انه يتراجعوا على واحد الامر كان وقع اللي غنهضروا عليه. قال لك هنا ان الفيول المنتج بالجزائر لا يصلح لتوليد الكهرباء بلبنان. هذه النوعيه هذه ما خداماش لينا احنا ولا يخضع للمعايير مثل العراقي، يعني ما خدامش بلاتي. دابا هما شنو بغاو يديروا؟ بغاو انهم يرسلوا لهم دابا الشحنه هذه وتخرج لبنان وتقول لك ان الفيول الجزائري ذا نوعيه جيده. علاش بغاو يقولوا هذا الكلام؟ لانه اصلا منذ 2020 كان وقع واحد المشكل. كانت اصلا الجزائر كتبيع الفيول للبنان، كانت كتبيع لهم فيول، وهذاك الفيول من بعد الجزائر لبنان رفضت، قالت لهم ودي الشركه سوناتراك الفيول اللي تتبيعوا لنا راه ما خدامش، راه دا نوعيه رديئه وما كيحترمش المعايير والشروط. يعني شوف كيعاملوا كل واحد كيعاملوه يعني على حسب المستوى ديالو. هاد الفيول لو كان غادي لواحد البلاد اللي كيخافوا منها ولا كذا ما كانوش غيصيفطوا هاد الفيول هذا. باع لهم فيول اللي ما خدامش لهم، لاش بيعوا؟ باش تما حسبتي عليهم. ودابا هاد الشحنه اللي داروا كانوا كينتظروا باش يخرجوا ويتنازلوا. علاش؟ لانه ملي باعوا لهم هذاك الفيول القديم ناطا سيدي الحكومه اللبنانيه رفضت هذا الامر هذا. جات بون على حين غره قال لهم ودي حبسوا عليهم، ما تعطيهمش سميتو الفيول، ما تبقاوش تبيعوا لهم فقط لانه قال لك ودي هادشي اللي كتبيع لي راه ماشي هو هذاك، راه ما خدامش. يعني باش انت تراقب الجوده وتعتذر تقلد تقول له ودي غنحاولوا نصلحوا يمكن يصلحوه ولا كذا، شديتي انت وقلت لهم قطع عليهم. شوف الاحتقار دابا عاد ولا لبنان الشقيق واخا بلاتي. شنو دارت لبنان انذاك؟ لبنان انذاك خرجت ورفعت عليهم دعوه امام القضاء الدولي اللي بالادله وبالاثباتات وبالبراهين اللي تقدر تورط نظام الكاميرات في مشاكل. شوف سبحان الله، قالت لهم لبنان تيدازوا لها، ما خلاو حتى بلاد ما عندوش معها مشاكل، صراعات وخلافات ومشاكل ونزاعات مع الجميع، ما خلاو حتى واحد ما خلاوه، وابتزاز ولا ذراع وكذا. نشوفوا واحد المقطع اللي هو قديم يعود لسنه 2020. اشنو كانت قال انذاك؟ اسمع مزيان، فضلا على انه الفيول ماشي في المستوى. سمع سنه 2020 ملي تفجرت هذه الفضيحه اشنو غيتقال. نشوفوا المقطع ونكملوا. من التقارير عن سوناتراك وعن سوناتراك بي في اي المسجله بي في اي، يعني مثل ما الكل بيعرفوا بهالدول اللي هن جنات ضرائبيه اللي عاده بيلجأ الاشخاص ليتسجلوا فيهم او يسجلوا شركات فيهم، يا اما لتبييض اما لتهرب ضريبه اما لمسائل من هذا النوع، وهذا الشيء بعتقد معروف ما في كتير نقاش فيه. لما شركه حكوميه تلجأ الى شركه بي في اي بتعطي قسم من اشغالها لشركه البي في اي هذه، وقسم الثاني من اشغالها بتكون بتديره الشركه الوطنيه الام، اكيد بيكون في شيء مريب. هلا لنحكي اكثر من ذلك، في تقرير عملته جلوبال واتش اناليسيس، جماعه جديين وعاملين انفستيجيشن وعاملين تحقيق على موضوع سوناتراك بي في اي، وبيخلص هذا التحقيق له انه هيدي شل كومباني ما فيها موظفين، ما عندها عمليات او مشاريع تشغيليه، يعني مش كأن التقرير بيقول انها استخدمت واجهه ماليه، ويحكى عن 15 شخصيه بيروح اموال من هالبي في اي اللي هي اسمها سوناتراك ايضا، واللي الجزائر تقر انه هيدي تابعه لها، مثل ما قال امبارح الوزير فنيش بعد ما عطى شهادته. قال سمعتي هنا كيهضروا لك على اولا الفيول مغشوش، ثانيا كيهضروا اللي قال لك عن شركه سوناتراك، وكذلك كتستعمل لتبييض الاموال. شوف الاموال ديال الكاميرات فين كيمشيو، شوف الاموال ديال الجزائر كيسرقوهم ودايرين شركات وهميه. وحده قال لك سميتها سوناتراك، قال لك واثبتت يعني الجزائر واعترفت انها شركه تابعه لها، شركات وهميه اللي كيديروا في دوك الجنات ديال الضرائب، دوك لي بارادي فيسكو تيديروا فيهم هادشي هذا باش
يهربوا الاموال باش ما تخلصش عليهم الضرائب وكذا، باش ما تكونش هناك واحد الخصابيليتي، ما يعرفوش فين مشات الاموال. هذو الاموال اسمع يا مواطن، اسمع يا صحاب عمي تبون عمي شنقريحه، فلوس فين تيمشيو؟ فلوسك تيتسرقوا وتيداروا سميتو في دي بارادي فيسكو بحال الشكل، وكاين كيداروا غالبا في قبرص ولا في شي بلاصه بحال الشكل، وكيتحلوا شركات وهميه وتما كاع الاموال كتبيض يعني عبر هذه الشركات. اذا هادشي شكون كيقوم به؟ كيقوم به طبعا المافيات، هما اللي كيكونوا اساسيين ديال هادشي هذا. اذا هذا النظام نظام مافياوي، نظام مافياوي بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الاموال ديال الشعب اللي هو مؤتمن عليها، اللي هو زعما خصو يكون حريص عليها، وانه يعني حامل هذه المسؤوليه وهذا الثقل على عاتقيه، كيشدوا وكيروجوا بالطريقه. اذا لا حاسب ولا رقيب. فلا عجب ان نرى ان تبون ديك المره كيقول لك شحال من مليار ديال الدولار لقيناها فيزيكمون كاينه، وقالب بالدينار الجزائري، قال لقيناهم شديناهم ورديناهم. قال لك واحد خاشم في بيته على الرغم من انه راه عماره وما تقدش تدوك فلوس. لا عجب انهم يقول لك حقنا الاكتفاء الذاتي ومن بعد يديروا مناقصه يعني في القمح. اذا هذه الاموال كتدخل وكتخرج دون حاسب او رقيب، ما عندهمش واحد كيحسب ولا يرقب ولا يقول ما كاين ولا ما كاينش. ودابا تيروجوا، سمعتوا انه تيقول لك اودي انه هذا الفيول هذا وداك الشيء راه هي هبه للبنان، راه ما كاين لا هبه للبنان لا والو، راه ما كاين لا هبه للبنان لا والو. سمعنا، شوف هو واحد الخبر اللي صدر هنا، قال لك انه وزير الطاقه والمياه اللبناني قال لهم انه الاخوه في الجزائر طلبوا منا تسديد ثمن شحنات الغاز قبل وصولها لمرفأ بيروت ورفضوا تقسيط المبلغ. كيقول الاشقاء اللبنانيين وما تخلاش على لبنان وكذا. الناس ماشي قال لهم تصدقوا علينا ولا عطاونا، هما كيروج كيقولوا حنا كنعطيو للبنان، كنعطيو لا نتوما كتعطيو للبوليساريو بوحدها، كتعطيو حتى واحد، وكتعطيو الدول اللي بغات تشري موقف ملف الصحراء. اما بالنسبه للبنان الناس شراو من عندهم وقالوا لهم الشرط شنو هو؟ تخلصونا قبل ما توصل الشحنات للمرفأ ديال بيروت ولا ما توصلش، خلصونا عطونا فلوسنا. رفضوا تقسيط المبلغ. الناس طلبوا منه شنو؟ قال لهم ودي نقسطوا، حنا ماشي كناكم عطونا فابور، ماشي شحنه فابور ولا راه داكشي كيكون مثبت يعني بعقود يعني اللي هي ملزمه وكذا، ويمكن تحصل على الاموال ديالك. قال لهم ودي قسطوا المبلغ، نعطيكم واحد الجزء ومن بعد نتعاملوا معكم. الدوله اللي كتطلب تقسيط المبلغ لان عندها ازمه. لبنان اليوم عندها ازمه، ما كاينش ان لبنان غتبقى دائما في ازمه. لبنان بحول الله